مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. تشهد منطقة شمال إفريقيا على ما يبدو تحولات قد تغير من موازين القوى. في هذا العرض سنستعرض ادعاءات وردت في مصدر إعلامي حديث تتمحور حول العلاقات المغربية الجزائرية، وتكشف عن ديناميكيات جديدة قد تعيد تشكيل المنطقة بأسرها. ينطلق المصدر من فرضية أساسية، وهي أن تطبيعاً وشيكاً للعلاقات بين المغرب والجزائر يجري الإعداد له بوساطة أمريكية. هذا الادعاء ليس مجرد خبر، بل هو حجر الزاوية الذي يبنى عليه تحليل كامل للمشهد الجيوسياسي في المنطقة. سنبني تحليلنا على 4 محاور رئيسية استناداً لما يطرحه المصدر. أولاً، الادعاءات حول التطبيع بوساطة أمريكية. ثانياً، الاتهامات الموجهة في منطقة الساحل. ثالثاً، مستجدات ملف الصحراء الغربية. وأخيراً، المشهد الجيوسياسي المتغير. نبدأ إذن بالمحور الأول، الذي يتناول الخطة الأمريكية المزعومة لتحقيق التقارب بين الجارتين. فما هي تفاصيل هذه المبادرة الدبلوماسية كما يوردها المصدر؟ بحسب المصدر، الخطة تتكشف عبر مراحل مدروسة، تبدأ بزيارات لمسؤولين أمريكيين، تليها مفاوضات اقتصادية وفتح للحدود، ثم ممارسة ضغوط سياسية وصولا إلى توقيع اتفاق في العاصمة المغربية الرباط. وهنا ووفقاً للتقرير يظهر تباين واضح في المواقف. فالمغرب يبدو أنه يرحب بالخطة الأمريكية ومنفتح على الحوار، بينما تتخذ الجزائر موقفاً أكثر حذراً وتطالب بضمانات أمنية قبل أي تقدم. هذا التباين إن صح يكشف عن عمق الخلافات القائمة. ننتقل الآن إلى محور ثان لا يقل حساسية، حيث يورد المصدر اتهامات خطيرة للجزائر تتعلق بدور مزعوم في زعزعة استقرار منطقة الساحل. هذه الاتهامات كما يذكر المصدر تأتي من تحالف دول الساحل، وهو تكتل جديد يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر. قادة هذه الدول يوجهون اتهامات مباشرة إلى جارهم الشمالي. التفاصيل التي يوردها المصدر تتحدث عن اتهامات متعددة، من الدعم العسكري المزعوم لجماعات مسلحة إلى حرب إلكترونية تشمل هجمات سيبرانية وتشويشاً على أنظمة الملاحة الجوية، وصولاً إلى محاولات دبلوماسية لتقويض الأنظمة الحاكمة في المنطقة. ويدعم المصدر طرحه بتصريح منسوب للرئيس المالي عاصم غويتا، الذي يرى أن عمليات بهذا الحجم مستحيلة بدون قوة استخباراتية كبيرة توجهها، مشيراً بذلك إلى دور جزائري محتمل. على نفس المنوال ينسب إلى رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري استخدامه لغة حادة لوصف دور الجزائر المزعوم في هجوم حديث، حيث ادعى حسب المصدر أن الهجوم تم بتنسيق وتمويل منها. لكن ما هو الدافع الجيوسياسي خلف كل هذا؟ بحسب التقرير يدعي المصدر أن الجزائر قد تكون بمثابة وكيل لخدمة المصالح الفرنسية بهدف استعادة نفوذ باريس ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة، وهو ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد. نصل الآن إلى ملف الصحراء الغربية، وهو جوهر الخلاف التاريخي بين البلدين. فكيف يرى المصدر مستقبل هذا النزاع الذي طال أمده؟ بحسب المصدر، فإن الزخم الدبلوماسي الحالي يتجه نحو تسوية نهائية مبنية على خطة الحكم الذاتي المغربية، ويأتي هذا في ظل ما يصفه التقرير بتزايد ضعف موقف جبهة البوليساريو على الساحة الدولية. كدليل على هذا التوجه، يذكر المصدر أن 8 دول فقط جميعها في أمريكا اللاتينية هي التي ما تزال تعترف رسميا بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو. ولدعم هذا الطرح يورد المصدر أمثلة محددة كهندوراس التي سحبت اعترافها، وفنزويلا التي توصف بأنها في الطريق. بل يذهب المصدر إلى القول إن عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي نفسها باتت مهددة. حسناً، كل هذه المحاور تقودنا إلى المحور الأخير والاستنتاج الذي يطرحه المصدر، وهو أننا نشهد تشكل مشهد جيوسياسي جديد يتراجع فيه النفوذ الجزائري إقليمياً بينما يتصاعد النفوذ المغربي. جزء كبير من هذه الرواية يستند إلى تعميق التحالف الاستراتيجي والعسكري بين المغرب والولايات المتحدة، ويشير التقرير إلى صفقات أسلحة متطورة ومناورات عسكرية مشتركة وتكامل تقني عالي المستوى. لكن هذه الرؤية لا تقتصر على القوة العسكرية، إذ يرسم المصدر صورة لمغرب المستقبل كقوة اقتصادية صاعدة، ويتوقع أن يصبح قادرا على منافسة عواصم أوروبية على صعيد الاقتصاد والبنية التحتية بحلول عام 2030. لقد استعرضنا معا الادعاءات الرئيسية التي يقدمها هذا المصدر،
وهي ترسم بالفعل صورة لتحول كبير في موازين القوة بشمال أفريقيا. لكن يبقى السؤال المحوري: ما هي الرواية التي يسعى هذا المنظور إلى الترويج لها؟ ومن المستفيد من تبنيها؟ إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.